نائب السيد بالخيري زكريا. بالخيري زكريا. للتصحيح فقط بالخير زكريا كما بالخير العربي، ولاش سماح ولاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة شعب الجزائر الغاضب، أبناء الجزائر المحروسة، سيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سيد الوزير الأول، طاقمكم الحكومي، إخواني النواب، أخواتي نواب البرلمان، وزملائي في الأسرة الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله شهداء الثورة، رحم الله شهداء العشرية، شهداء الفيضانات، شهداء الطرقات، شهداء الحرائق، شهداء الأكسجين، ورحم الله شهداء البيروقراطية. اتصل بي والدي قبل أشهر وهو يبكي بحرقة ويترجاني، وليدي أنا مريض ما طوقتش الديني نداوي في الخارج. قلت له يا أبي ولدك مش رئيس جمهورية، ولدك يعيش في دولة محطمة، رحم الله أبي، من الله وإليه راجعون. سيد رئيس مجلس الشعب الوطني، ما تزيدني ولا ثانية، أو كرونومتر عندي، ما تزيدني ولا ثانية وما تزيد الواحد ولا ثانية. نحن مشرعون، رانا ندوسوا في القانون قدام المواطنين الجزائري، رانا نشرعوا. إذا كان بغيتوا تبدلوا في الدقائق هذه، المجلس المكتب تاعكم يعاود يدرس وتخرج بقرار. ما تمشيش الجزائر بالقوسطو، هذا هو المشكلة تاع الجزائر، كل حاجة راهي تمشي بالقوسطو. ما تزيدني، ما تزيد الناس، رانا قدوات. توعدنا على 9:30 ندخلوا على 10، نتغداو توعدوا على 2:30 ندخلوا على 3. إذا كان حبينا السياسي راه قدوة. وإحنا يا سادة النواب رانا جايين نمسحوا في صورة العار اللي كانت فايتة. كفانا تهريجا، كفانا بلطجة، كفانا عنترية زائدة. لازم نكونوا قدوات، والأوروبيين الكفار ماهمش خير منا. ولأنني معجب جدا جدا بالكفار، قعدت نحوس على الأحزاب، لقيت أكثر حزب يشبه الكفار هو حمس. نعم، لا اخوانجيه لا والو، راحت هذيك الحكايه. حمس لقيته مؤسسه حزبيه. نعم احنا ورثنا هذه الثقافه من اوروبا. لقيته مؤسسه حزبيه تحترم المؤسسه، عندها مؤسسات، عندها قواعد هي اللي تقرر، وعندها برنامج اقتصادي راقي جدا جدا. واحنا فرحنا لما شفنا وزير اول عنده برنامج اقتصادي، ولكن بعد مراجعه لهذا البرنامج ورحت وجيت والخبراء ونستشير وديت وقتي كامل، هاهم وين النواب كامل باللي ثمن باللي عارض، اتفقوا على 4 نقاط. هذا البرنامج لا يحتوي على رزنامه زمنيه محدده، هذا البرنامج لا يحتوي على اظرفه ماليه محدده لهذه الوعود، هذا البرنامج لا يتكلم عن مصادر المال لهذه الوعود، وهذا البرنامج لا يتكلم عن ميكانيزمات لتنفيذ هذه الوعود. يعني مبدئيا ومنطقيا هذا البرنامج نرفضوه ونعطوهم الوقت حتى يعودوا يديروا لنا هذا الشروط، ونعاود نصادقوا عليه بنعم، ولكننا نتكلم غير ما نفعل. على بالي بلي راه فايت، وربي يوفقكم ان شاء الله، الله يكون في عونكم. فقط كنت حاب نغرق بزاف في التفاصيل تاع هذا البرنامج، ولكن دعني نتكلموا. انا اهتم كثيرا بعلم الاجتماع السياسي، لانه علم الاجتماع السياسي هو اللي بنى الدول. شفتكم تتكلموا على الذكاء الصناعي وخاصه التكنولوجيا، ونسيتوا العلوم الانسانيه اللي تخلينا ندرسوا ذهنيه المواطن. سيد الوزير الاول، النصوص اللي راهي في البرنامج هذا والله رائعه جدا، وانا شفت نصوص في حكومات سابقه، وحتى نصوص في دستور بوتفليقه، النصوص رائعه جدا. المشكله في التجسيد في ذهنيه المواطن الجزائري. نحكي لكم ذوك اسبوع، ركزوا معايا. رحت المطار، بوليسي جيت داخل لي سي باسي ما نستعرفش به، قال لي النايب. رحت الكوميسار قال لي خساره عليك النايب، تدي لي سي باسي. روح فهم السيد عاد الجمهوريه في راسه. رحت كلاب ديبا عندي موعد، الجدرمي الاول تفضل سي نائب، الزوج ما شدنيش الثالث، هذه البطاقه ما عندها حتى معنى وممنوع تدخل، بصح كي راك مع العائله معليش انا خليتك تدخل، قانون تاع بويك نورمالمون، يا انا ندخل الحبس يا هو يدخل الحبس، واحد فينا يفعل على القانون. رحت لاغروند بوست نخرج هذه تاع اسبوع، احداث تاع اسبوع. قلت لها ودي سيدتي المحترماني في اكثر من ساعه، 11 نقيشي، 3 موظفات، وانت ساعه هضري في التليفون ساعه. قالت لي ما على بالكش باللي الناس كي تجي في لابوست دير لاشين وتصبر تشد دراهمك. دوكا كل واحد عنده جمهوريه في راسه، لازم مراجعه جاده ذهنيه المواطن الجزائري. والله التجسيد شي خلاف، التجسيد شي خلاف. انت درت تسهيلات كبيره جمعيه علماء المسلمين، ورحنا نجيبوا في مولد اكسجين شبت وانا صغير، ويهبل اذا قلت له راه كاينه تعليمات في اير الجيري، قلت له كاين تعليمات من الوزير الاول، ما استعرفش بالوزير الاول. انا عندي دي جي تاعي دي ليكري. يعني التغنات تاع الجزائريين هذه دركا لازم لنا تربيه نفسيه ولازم لنا تربيه ذهنيه باش نقدروا من بعدها نهضروا على هذا المخطط ونقدروا نجسدوه. المشكله راه في مشكله التجسيد، وانا اعيد واكرر احنا رانا قدوات. وذكر راني نتكلم على النقطه الاساسيه. انا علمي لكي نبدا العد يجب ان ننطلق من الصفر. كاين حاجه والله الذي لا اله الا هو، اذا ما فريناهاش والله ما نتقدموا خطوه لقدام، واذا فريناها بالبركه علينا. الاوروبيين ماهمش خير منا. الانسان كي يكون مجنون ما تقدرش تعطي له دراهمك ولا دير معه مشروع. من نحن
كنا لاباس علينا. انا قريت الجزائر دوله عربيه من 22 دوله، دوك اكتشفنا رواحنا رومان، بعد لقينا رواحنا فينيقيين، بعدها كاين لعب كبير بتاريخ الجزائريين وبهويتهم وبمقوماتهم، لعب غير مسبوق في عهد المستعمر ما صراش. دركا راكم تهضروا على تعزيز الهويه ومحافظه على الهويه، حافظوا على الهويه. الايادي المرتعشه ما تبنيش دوله. دركا راه كاين انفجار اجتماعي وشيك بسبب غلاء الاسعار وبسبب عرقيه مقيته. انا نقول لك بلا تقارير امنيه، وجدوا رواحكم. بكري كنا عايشين خاوه، ولكن ذوك مسؤول دوله جايب في راسه واحد ثقافه تاع دوار، واحد ثقافه تاع دشره، ما نقدروش نبدو الجزائر كيما هاك. انا مشيبني الموضوع ومانيش نرقد، انا خايف على بلادي. ما لازمش نكونوا نخموا بهذا المنطلق فئوي ضيق. راكم على بالكم باللي كاين منطلق فئوي ضيق. كيفاش برلماني وسياسي عنصري متطرف فات هنا وسب لي سنوات، وبعدها يسب مؤسس الدوله الجزائريه، وما ادراك ما مؤسس الدوله الجزائريه. والله ما كان دوله في المجره تقبل انه المؤسس تاعها يتسب ويتهان، يضربوه 3 اشهر حبس ومن بعد يخرج. علاش؟ لانه الجزائريين فهموا، قال لك هذوك شواكر عندهم اللي يحميهم. علاكم ديروا هاك؟ حنايا واحد يهضر على رئيس دائره يكتب عليه سطر تخطوه ب5 سنين حبس. اذا كنتم باغي تبنوا دوله ساووا بين الجزائريين وفقط. سيد رئيس الجمهوريه، الجزائريين انتخبوك باه تساوي بين الجزائريين وفقط. الجزائر احنا نبنوها، رانا جايب لكم برامج ضخمه وعملاقه. كمل الوقت. شكرا. الله بك.